سؤالي هلا اليوم لك يا عم، اول شيء اسم حضرتك؟ اسمي فريد كرف. شرفنا. وحضرتك؟ تانبي. اهلا وسهلا تامبي. واستاذ بس اذا انت اليوم فقت ولقيت انه على كل الاخبار انت كسوري جواز سفرك السوري بياخذك على اي بلد بالكره الارضيه جرين لايت، يعني لا انك مضطر تاخذ فيزا ولا شيء، لوين بتروح؟ يعني وين بدي اروح؟ من بلدي في اغلى منه؟ عجزت؟ عن جد ما في اغلى منه، ما عندي استعداد اروح لاي ارض. مو جابالك تسافر اي لا بلد؟ والله. يا الله، بتعرفوا انه اخو يعني نحن شراكس هون. مره وقت صارت لعبه بين الفريق السوري وكان جاي عالم يمكن شركاس، قام وقفوا على السوري. اجباري. شو الحمد لله. الحمد لله يا عندنا رب. هيك نفس. شو احلى شيء بالتقاليد عندكم احلى شيء هي الخطيفه عندنا. الخطيفه؟ سمعانين بخطيفه النسوان عند الشركاس؟ طيب هون انت احكي لي كيف خطفت المره تبعك. انا ما خطفت. شلون؟ ابنه راح يخطف هلا. انت راح اخطف. عم تعملوا خطه؟ طبعا هون الخطيفه حلوه كتير كتير، لانه على الاتفاق هي بتكون مع رفقات العروس. اكيد اكيد اكيد. طيب هلا بعلم الاهل حتى. بعلم الاهل طبعا. حتى بعلم اهلها يعني بده يكون الاغلبيه يعني. كثير حلو هذا الشيء. طيب سؤال ثاني لك، هلا اذا اعتبرنا حملت حالك وسافرت بالطياره ورحت ولقيت حالك بكوكب كله نسوان. لا هي صعبه. هي صعبه. ليش صعبه؟ صعبه كثير. حطيناك رئيس الكوكب. لا ما طلع لنا قانون عليه. ما خرج. قرار واحد. انا هيك ما خرج. لا انا هذا شيء بيكسر الظهر. كلها هيك؟ ليش بدنا نحن؟ يا الله يبارك فيكم. لا انكم غاليين مشان هيك ما بحسن. الله يسعدك. طيب ماشي. طيب سؤال كمان، هلا عم نشوف احيانا اساءة بالسوشيال ميديا للناس يلي مثلا بيحكوا رأي مخالف للعالم، تلاقي في اساءة وبذاءة بالحكي. هذا غلط. شو بتحس لهلا هالشي؟ هذا غلط كبير. نحن اكبر من الحكي هذا. عن جد بسوريا والتقاليد الشركسية الاحترام ابدا يعني تربيتنا ما مستحيل تقبل هالحكي هذا. الحمد لله. طيب تامبي كمان لك سؤال، هلا بما انه انت على وش خطيفه ووش زواج بدنا نعرف يا ترى شو هي المرأة المثالية لك؟ اظفر بذات الدين. يعني هو الموضوع انه مو موضوع انه والله بس حجاب وكذا، انه القلب لازم يكون بيتقي الله يعني تماما، فبده يكون اكيد في اتفاق، بده يكون في اكيد في حب الموضوع، يعني ما يكون في ظلم. تماما. في حافظ قصة انه نحن عندنا هرموناتنا، احيانا بنحب ننكد عليكم. اكيد هلا ماما بتنكد. في مدام والله الله يستر عليها ويخلي لي اياها. الله يخليكم لبعض يا ربي. هو ما امنت تبعته لتحت على الشام غير معي، عرفت شلون؟ طيب شو كمان بدي اساله سؤال، الفنانين مثلا الفنان السوري بتحس انه هو لازم يحكي سياسه ولا يضل كفنان؟ هو بده يضل فنان، لان ما الفنان يحكي سياسي ما له شيء. نعم. بس ما له هو مواطن، يعني قد انت يعني هو مواطن كمواطن يحكي رايه بس مو علني، لان انا مايل له بكون اكثر بهيك قصص. فهمت عليك. هاي فلذلك المفروض يكون للبلد هو. صح حكيك. اي شيء بيشجع البلد. نعم. ان شاء الله الخير لسوريا ورمضان كريم وينعاد عليكم ونفرح بتامبي. الله يسعدك وجودك صادق. واذا بتنصحوا نصيحه واحده لتامبي على الجواز؟ يكون صادق بس. صادق. اكثر من هيك ما بقى. الله يخلي لنا اياكم. ابن ابوه صادق ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الف مبروك الله يسعدك. مسبقا. ثانك يو يا جماعه. سلام عليكم.